هو في خطورة ان انا اشم ريحة بنزين في عربيتي؟ الاخطر ان الناس اتعودت على ريحة البنزين. معتز عاطف قرر يسيب استوديو دي ام سي ويصور رحلته اليومية على الطريق عشان يقدم لكم ريفيو سريع عن العربيات يخليك قبل ما تبيع او تشتري لازم تشوف ميزو على الطريق. في الحقيقة خطر جدا ان انت تشم ريحة بنزين في عربيتك، ومعنى ان انت تشم ريحة بنزين في عربيتك معناها ان في تسريب. طب انا دخلت محطة البنزين، حطيت بنزين وشميت ريحة البنزين جوه محطة البنزين او بعد التفويلة بتروح على طول لو كانت من فايز. طب ولو ما راحتش على طول ايه الحل؟ لو ريحة البنزين مستمرة وما راحتش على طول معناها ان في تسريب، وده غالبا بيبقى من جوان الترومبة اللي تحت الكنبة في اغلب العربيات الجديدة. طب والحل اعمل ايه؟ في الحقيقة اي تسريب يستوجب انك انت تبطل العربية فورا وتمشيش بيه، لان اي بنزين بره التانك يعني حريقة. الشر بره وبعيد، بس مش معنى كده ان انت تسيب العربيه وفي تسريب وانت عارف ان في تسريب. اي ماس، اي حد رمى سيجاره هيساوي ان العربيه هتولع. فيبقى من فضلكم انتبهوا، اي ريحه بنزين مستمره يعني التوكيل فورا وتبطل العربيه.